يا صباح الجمال أو مساء الفل. طبعا على حسب التوقيت المحلي اللي انت بتشوفيني فيه. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص بقى على الأبواب. يا رب يخش علينا رمضان بالخير والهنا والسعادة، ويبقى لا فاقدين ولا مفقودين، ودايما انتوا وأسرتكم تكونوا متجمعين. احنا كده بقى نزلنا السوق النهاردة ولقينا القرنبيط عامل زي الوردة، شمعة كده اهوت منورة في السوق. قلت لا، ده انا لازم اجيب لي كده قرنبيطين نخزنهم لرمضان. هو انت هتخزني القرنبيط لرمضان؟ ايوه يا ستي. هو احنا هنفضل ناكل لحمه وفراخ وبانيه وسمك وبس؟ لا طبعا. هيجي كده علينا نفسي ناكل اكله كده هوت حرشه. هنعمل بقى قرنبيط، شويه فول بطماطم، حبه بطاطس، فلفل مقلي وبتنجان. يا سلام، هو في برضو احلى من الاكل ده؟ هنمسك كده بقى القرنبيطايه بتاعتنا نقطعها كده هوت ونقطع الورد بتاعها كله. احنا عامه ما بنحبش العصايه بتاعته اللي في الاخر ديت، يعني ما بحبش ان أنا اكبرها، بخليها كده زغنطوطه. طبعا في المرحلة دي أنا حاطة مية سخنة بتغلي على النار. طيب المية دي فيها إيه؟ المية دي فيها كمون وملح ليمون وكمان عصرين ليمون وملح عادي، وكمان حاطين فيها شوية من الكربونات الصوديوم. الكربونات الصوديوم هيحافظ لي على القرنبيطاية بتاعتي تفضل بيضة زي ما هي، أبيض كده هو مثل التلج بالظبط. هنحط كده هوت القرنبيطاية بتاعتي كلها في قلب الحلة. طب انت ليه خزنت القرنبيط دلوقتي؟ القرنبيط دلوقتي سعر القرنبيطايه 25 جنيه، يعني انا جايبه الاتنين كبار ما شاء الله، الاتنين ب50 جنيه. على بقى على دخلة رمضان، كل سنه وانتم طيبين، الاسعار بتبقى مولعه نار. طبعا علشان خاطر استغلال التجار، التاجر من دوت يخش الموسم يغلي الحاجه جنيه تبقى ب10 جنيه. طب وانا ليه بقى اخلي التاجر يضحك عليا؟ انا اجيبه كده واخزنه لرمضان، ووقت ما احب ان انا اطلع منه اطلع واعمل على طول. لا احتاج بقى انزل سوق، ولا احتاج انهد مع تجار وانفاصل، ولا الكلام ده كله خالص. انا هنا مسكت القرنبيطايه بتاعتي، حطيتها كلها في قلب الحله وغطيت عليها 10 دقايق بالظبط. وهبتدي كده بقى ان انا اشوف القرنبيط بتاعي استوى ولا ايه نظامه. هنمسك كده قرنبيطايه بايديكي مش بشوكه، انا عايزه ايديكي هي اللي تحس وتلمس كده ملمس القرنبيط. اول ما نمسكها كده نلاقي العصايه بتاعتها ابتدت ان هي يعني تغرس كده صوابعك كده فيها شويه، يبقى كده خلاص انا مش عايزه القرنبيط بتاعي يكون سوا كامل، انا عايزاه 3/4 سوا. هنا هو بقى المرحله التانية ده هو كده الحله التانية ديت انا حاطه فيها ميه فيها تلج. طلعت القرنبيط من الميه السخنه على طول على الميه الساقعه عشان اديله صدمه. طيب الميه الحله التانية ديت اللي فيها ميه بتلج، فيها ميه بتلج كده بس؟ لا طبعا، ده انا برضه حاطه فيها معلقه بيكربونات الصوديوم، عشان قلنا الكربونات هو اللي هيحافظ لي على لون القرنبيط، وهيخلي لي القرنبيطه بتاعتي بيضه زي التلج، زي ما هي بالظبط، اكنك جايباها، يعني اكنك كده نزلت السوق رحتي جبتيها وجيتي. انت طبعا هتطلعي القرنبيطايه وهتخليها 10 دقايق كده جنب منك مثلا على رخامه المطبخ، قبل ما تعملي اي حاجه هترجعي تلاقيها فكت، هتحطيها في خلطتها على طول وهتبتدي ان انت تقليها اكنك لسه عاملاها صبحه بالظبط. طيب هنا السر بقى هيبقى في ايه؟ هنا السر في تصفية القرنبيط من المية خالص. بعد ما حطينا القرنبيط في المية المتلج ديت وخلاص كده خد الصدمة بتاعته، كل قرنبيطية امسكها الاقيها ساقعة في ايدي، يبقى هي كده القرنبيطية ديت اللي كده ايه هنطلعها بقى ونحطها على المصفى تتصفى. انا مش عايزة اي نقطة مية في القرنبيط بتاعي، عايزاه يبقى ناشف خالص. طيب انا اقدر ان انا اخزن القرنبيط ده قد ايه؟ تقدري تخزني القرنبيط ده كده من السنة للسنة. طبعا القرنبيط في الصيف ما بيبقاش موجود، تقدري انك انت بقى تخزنيه وتشيليه براحتك. الخضار دلوقتي رخيص جدا في قلب السوق، يعني موسم البسلة برضو ب25 نقدر ان احنا نخزنها. الحاجات دي كلها برضو نقدر ان احنا نخزنها بنفس الطريقة، نفس طريقة القرنبيط، نفس طريقة كل الخضار اللي انت هتخزنيه بالظبط. والسر ان انت ما تخليش فيها ولا نقطة مية. بعد كده ما يتصفى خالص هتقدري انك انت تخزني كيس 2 3 على حسب ما انت عايزة، او على حسب عدد اسرتك. واللي وصل بقى معايا لغاية هنا ما ينساش كده بقى يعمل لي لايك حلو ومتابعة. وهرجع اقول لكم تاني، لو حابين تاكلوه بالطريقة ديت تقدروا انتوا تاكلوها، يبقى صحي جدا. وكل سنة وانتم طيبين.